الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، مرحبا. في الآونة الأخيرة صعد الأتراك من لهجتهم، ويبدو يعني أنه اتخذوا قرار اجتياح جديد وغزو جديد للمناطق الكردية أو المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا. طبعا معروف للقاصي والداني أنه الأتراك الآن قوة احتلال غاشمة في منطقة عفرين وريف إدلب منذ 2018. ومش بس هيك، تركيا هي قوة احتلال غاشمة للأراضي السورية منذ 1939 عبر احتلال وسلخ منطقة الإسكندرون، لواء الإسكندرون عن سوريا وضمها للأراضي التركية. يعني حجم الأراضي السورية التي تحتلها تركيا حاليا هي أضعاف ما تحتله إسرائيل من الأراضي السورية. لكن وسط هذا التصعيد لفت انتباهي تصريح لجميل بايك. طبعا حجج الأتراك دائما وجود حزب العمال الكردستاني والتهديد الأمني لتركيا ووحدة أراضي تركيا، ومن هالقصص اللي لفرط التكرار ترسخت في الذهن التركي وفي حتى في الذهن العربي والمتابعين للشأن الكردي من الباحثين والصحفيين العرب، على أنه حزب العمال الكردستاني فعلا حركة انفصالية أو تهدف إلى الاستقلال أو إلى تحرير كردستان أو تشكيل كيان أو دولة كردية خاصة بالأكراد. لأنه التكرار وهذا الضخ الإعلامي رسخ في أذهان الكثيرين يعني تهمة تطاول هذا الحزب وتعتبره أنه حزبا انفصاليا ويدعو إلى تشكيل كيان كردي ودولة كردية، وطبعا هذا يعني غير صحيح. لماذا؟ سيكون يعني جزء من المواضيع اللي بتناولها في هذا الفيديو الإجابة على لماذا. إجمالا حجة الأتراك قائمة بوجود حزب العمال الكردستاني في تلك المناطق، ويعني هذا الموضوع ما عاد خافيا يعني، وعملية الترقيع والتستر وحتى يعني بشكل سخيف عندما يحاول حزب الاتحاد الديمقراطي أو إعلام حزب الاتحاد الديمقراطي التنديد والشجب بالتهديدات التركية ونفي وجود حزب العمال الكردستاني. نرى يعني أعلام الحزب وصور زعيم الحزب يعني ترفع في المسيرات المنددة بالتهديدات التركية حتى في المدن العربية، يعني في الشدادة، في دير الزور، في الرقة، في مناطق كثيرة، مناطق عربية يعني فجأة استيقظنا على أنه هذه المناطق كلها مؤيدة وموالية لتوجه عبد الله أوجلان ومن هالقصص. يعني الأسلوب اللي ينفي وجود حزب العمال الكردستاني هو في الوقت عينه يؤكد ويحرض على الاحتلال والغزو التركي. واللي بيتابع إعلام حزب العمال الكردستاني راح يكتشف ذلك. هو سأنشر في هذا الفيديو مقتطف من يعني من هاي المسيرات المنددة بالتهديدات التركية، لكنها في الأصل تستدعي ويعني تستفز الأتراك وتعطي وثيقة ودليل دامغ للأتراك على أنه هنالك
وجود لحزب العمال الكردستاني. أحيانا أنصار الحزب يعني يوجهون إليه اتهامات أنه هوشانغ أوسي هو اللي يحرض ويستدعي الاحتلال التركي. هم لا ينظرون إلى تصريحات قادتهم ولا يتابعون إعلام حزبهم، وكيف أن هذا الإعلام وهي التصريحات تعطي وبالدليل القاطع بالبرهان الدامغ الحجة البينة للأتراك لمواصلة غزو واحتلال هذه المنطقة. ويبدو لي أنه هنالك مخطط، أنه يعني الدفعة الأولى من الاحتلال التركي كانت مدينة عفرين، الضحية الأولى كانت مدينة عفرين، وأخشى مما أخشى أنه الضحية الثانية لأي اجتياح أو غزو مقبل تكون مدينة كوباني ورأس العين. أصلا يعني هي حاليا تحت الاحتلال، حتى مدينة الدرباسية، وربما تصل إلى مدينة عمودة كمان، وربما يعني إجمالا وسط هذا التهديد التركي أو النبرة العالية والمتشنجة والعصبية لدى الأتراك، برز المسؤول الأول في حزب العمال الكردستاني جميل بايك، وأدلى بتصريح لصحيفة النهار اللبنانية، ذكر فيه عن يعني أشار إلى وجود الحزب وقوة الحزب. تصريح جميل بايك، وسيكون لي وقفة خاصة مع هذا التصريح وبالتفصيل، يعني سأحاول مناقشة ما ورد فيه، يتقاطع وبشكل غريب مع تصريح حسن نصر الله والحديث عن قوة الحزب العسكرية. يا حسن نصر الله تحدث في آخر تصريحاته عن وجود 100,000 مقاتل، 100,000 عسكري تابعين لحزب الله اللبناني، وبإمكانهم يعني السيطرة على كامل لبنان. طبعا 100,000 مقاتل ليس بالجيش، هذا جيش يعني ليس بالأمر الهين. جميل بايك لم يبرز تلك الأرقام، لكن ذكر على يعني وجود 1500 مقاتل موجودين داخل الأراضي التركية، وآلاف المقاتلين الآخرين موجودين في أماكن أخرى لم يحددهم. طبعا من ضمن هذه الأماكن الشمال السوري. هذا التقاطع الغريب ما بين حسن نصر الله وجميل بايك لجهة إبراز أرقام المقاتلين والقوة والقدرة القتالية لحزب العمال الكردستاني وحزب الله اللبناني، هذا يعني التقاطع الغريب في هذه الفترة، وكأنه يعني الحزبين رغم أنه هذا حزب علماني ويساري وقومي وما بعرف شو وأممي، والحزب الثاني طائفي ديني، وكأنه الحزبين يرضعان من ثدي واحد. تصريحات جميل بايك ستكون موضوع لفيديو آخر. هذا الفيديو سأحاول أن أركز فيه على موضوع أنه حزب العمال الكردستاني في بداياته كان يعني يسعى إلى تحرير وإلى استقلال كردستان، وبدأ أنه الجزء الأول أو الاستراتيجية الأولى لهذا الحزب، الاستراتيجية التحررية التحريرية الاستقلالية، هي في كردستان تركيا. لكن الواقع العملي نرى أن مساحة الاحتلال التركي باتت تتسع وتبتلع أجزاء أخرى من الأراضي الكردية داخل سوريا وداخل العراق، وربما لاحقا أيضا داخل إيران. إذن الحزب يعني فضلا عن فشله في موضوع التحرير ساهم بشكل أو بآخر في توسيع رقعة الاحتلال التركي بهذا الخصوص يعني. وهذا شيء غريب يسترعي من أنصار الحزب ومثقفي ومناقشة هذا الموضوع بروية وبتأني وبعقل بارد وعقل بحثي وطني حريص على مصلحة الأكراد، ويمحص وينقب في تجربة حزب العمال الكردستاني
قياسا يعني على سياساته والوثائق الواردة في أرشيفه قبل اعتقال أوجلان وبعد اعتقال أوجلان. هذا الفيديو أيضا في هذا السياق، يعني محاولة مناقشة حزب العمال الكردستاني هل تنازل لتركيا وللأتراك أم لا، وهل هذا الحزب فعلا هو حركة تحرر وطني ويليق به أن نسميه بحركة تحرر وطني، أم أنه وصف هذا الحزب بحركة تحرر وطني تهمة أو حتى كادت يعني تقارب الشتيمة أو السبة في حق هذا الحزب. لماذا؟ سنرى في هذا الفيديو طبقا بعض الوثائق التي سأعرضها في سياق تسلسل الزمني لتجربة هذا الحزب. لكن قبل ذلك يعني حزب العمال الكردستاني وعبد الله أوجلان في أكثر من مناسبة كان يقول أنه جنب سوريا حربا كادت يعني أن تطيح بنظام حافظ الأسد في خريف في أكتوبر 2000 في أكتوبر 1998 عندما خرج من دمشق. يقول بأنه هو الذي خرج من دمشق وجنب هذه البلاد حربا ضروس طاحنة كانت ستشنها تركيا وقت ذاك، لأنه تركيا حشدت وهددت بالحرب وقت ذاك، هددت سوريا ونظام حافظ الأسد. أوجلان جنب النظام السوري. هذا الأمر يعني في تصريحات كثيرة، يعني في كتب أوجلان وفي تصريحاته لمحامي تحدث عن هذه المسألة. طبعا التصريح جميل بايك الأخير أيضا يعني يؤكد ويوثق هذا الموضوع. طيب لماذا لا يجنب حزب العمال الكردستاني أو لم يجنب عفرين الحرب والتهجير وحركة النزوح والدمار والاحتلال وانسحب، يعني سحب قواته من هناك؟ لماذا لم يجنب؟ لم يتخذ حزب العمال الكردستاني ما اتخذه أوجلان في 98. الآن ونحن يعني في 2018 حزب العمال الكردستاني لم يمارس ما مارسه حفاظا على النظام السوري وأمن واستقرار سوريا في 2018 واستجلب الاحتلال التركي. الآن في أكتوبر 2021 أيضا الأكراد يهددون، والحجة الظاهرة والبينة هي وجود حزب العمال الكردستاني. وحزب العمال الكردستاني نفسه يؤكد بالتصريحات وبالفيديوهات وبالصور وبالعناصر التي تنشق من الحزب وتهرب عبر الحدود إلى تركيا مع الوثائق والكاميرات والأقمار الصناعية التي ترصد وجود هذا الحزب واستهداف السلطات التركية عبر المسيرات لقيادات في حزب العمال الكردستاني في القامشلي وفي مناطق أخرى. كل هذه المعطيات تؤكد وجود حزب العمال الكردستاني. السؤال لماذا لا يجنب حزب العمال الكردستاني هذه المنطقة المزيد من الحرب والويلات والكوارث، طالما هو يعني كان حريصا على النظام السوري بالقدر نفسه أن يكون حريصا أولى به أن يكون حريصا على المناطق الكردية أو مناطق شمال سوريا. هذه أيضا جزء من الأراضي السورية، على حزب العمال الكردستاني الحفاظ عليها وتجنيبها تهديد حرب. طبعا هذا السؤال لا يوجد إجابة لدى حزب العمال الكردستاني ومثقفيه، يعني وعندما واحد يطرح هيك أسئلة محرجة، مش أنا اللي بحرجهم، يعني مش قيادات حزب العمال الكردستاني هي التي تحرج حزب الاتحاد الديمقراطي وإعلامه ومثقفيه بالتصريحات اللي بيطرحوها. هلا في شغلة كمان حابب أقولها، يعني أنه
كل واحد بيجي بيقول لي والله الأحزاب الحاكمة في تركيا أحزاب عنصرية وفاشية، والأحزاب المنشقة عن حزب الحركة القومية أو حزب الشعب الجمهوري أو حزب العدالة والتنمية فيها نزوع قومي وعنصري تجاه الأكراد. يعني هذا الكلام من قبيل يعني كمن يفسر يعني بعد جهد جهيد الماء بالماء. يعني هذا كلام مش كشف. ما هو عويص صحيح انه ان تقنع القوى السياسية والنخب السياسية بالنزوع العنصري والفاشي اتجاه الوجود القومي الكردي. هذا طبعا صعب، لكن الأكثر صعوبة أنه أن تقنع حزب العمال الكردستاني أنه لم يعد حركة تحرر وطني، بل صار حركة مناهضة التحرر القومي أو الدولة القومية الكردية، وهذا وارد وموثق في أدبيات الحزب. إذن قبل الخوض في هذا الموضوع بالتفاصيل نذهب إلى الفيديو الأول ونرى يعني ماذا يقول أحد قيادات حزب العمال الكردستاني عن أسلوب وسلوك الحزب إزاء الدولة التركية والحكومة التركية. إلى الفيديو ثم نعود للتعليق. أو بدل خدا دخوازه بشروكتي وبما قاب پاشتا آبیتم بده برا به هر کسک بزنه به ام قط و قط قاب پاشتا نابیجن ام وکی پاککا وک ایرادا گله کرد تجاران لهمبری داگل چریه قاب پاشتا نابیجن برا گله ما تبای ولاد پارز بخو شدا سرفراز بن راحت بن. هذا القيادي البارز كان في قبل 2013 هو الذي يقود حزب العمال الكردستاني، أو يعني في الواجهة ومن خلف الواجهة. جميل بايك حاليا كان يقود الحزب، ويعني مراد قرائلان هذا الشخص موجود يعني على رأس الهرم، لكن القائد الفعلي القائد الحقيقي للحزب هو جميل بايك. كما ترون يعني هذا القيادي معروف بصوته العالي والنبرة المرتفعة والتهديدات اللي أطلقها كثيرا. يعني فحوى التصريح طبعا، وأنا لا أعلم تاريخ التصريح، لكنه في السنوات الأخيرة. هذا التصريح يعني لا يعنيني الزمان بقدر ما يعنيني المحتوى. ماذا يقول المحتوى؟ أنه فليطمئن الشعب الكردي أن حزب العمال الكردستاني لن يتراجع أمام الدولة التركية، وهذه الدولة تريد فرض التنازلات والاستسلام علينا وعلى قائدنا، لكننا لن نتنازل أبدا، فليطمئن الشعب الكردي ويثق بذلك. ومن هالتصعيد يعني من هالصوت العالي والوعود القطعية. طبعا هذا الكلام غير صحيح قولا واحدا. يعني هذا القيادي البارز، ومن المعلومات التي وصلتني هو نفسه أيضا كان موجود في عفرين وانسحب وترك عفرين للاحتلال التركي والمرتزقة. وباهوس أردال يعلم ذلك، ومظلوم عبدي أيضا يعلم ذلك. يعلم من كان موجود ويدير العمليات العسكرية في عفرين، وكيف انسحبوا والطرق التي يعني سلكوها، وحجم الضحايا اللي خلفوها في عفرين، وحجم التصفيات أيضا يعني التي حدثت في عفرين
يعني نتيجة قرار الانسحاب، وتركوا عفرين لتواجه مصيرها لوحدها، تواجه الاحتلال التركي، ومرتزقة هذا الاحتلال ونفسه يعني، وكان جزء من التركيبة العسكرية والقيادة والإدارة العسكرية هناك، وانسحب. طبعا هو بيقول فليطمئن الشعب الكردي انه لن نتنازل للاتراك. كيف؟ يعني التنازلات للاتراك بدأت منذ 93، منذ ان اعلن عبد الله اوجلان وقف اطلاق النار من جانب واحد وبوساطة إمام جلال. هلا كاميران كرداغيا في انه كان هنالك وساطة، او هو جنكيز تشاندر أيضا في كتابه قطار الشرق السريع، هذا موضوع آخر. لكن ما ذكره جلال طالباني نفسه في مذكراته بأنه كان وسيط، وأنا يعني معني بما قاله جلال طالباني، ويعني المصداقية وقوة التوثيق في هذا الخصوص يعني يمكن أن أستقيها من جلال طالباني بالدرجة الأولى. من ثم أرى يعني مصادر أخرى وكاميران قرداغي على مستوى السوية داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، و يعني جلال طالباني أقوى. يعني إجمالا في تلك السنة في 93 بدأت تنازلات حزب العمال الكردستاني للدولة التركية، وأوجلان في دمشق، ما زال في دمشق ويحظى بالدعم السوري وحافظ الأسد وكل هالقصص هي كلياتها. عندما اعتقل أوجلان قبل اعتقاله أيضا كان في روما، وطرح يعني خطة النقاط السبع أو التسع، لم تخني الذاكرة، يا 7 يا 9، وأيضا كانت تلك النقاط تعج بالتنازلات وخفض سقف المطالب من الاستقلال والدولة القومية اللي تأسس عليها حزب العمال الكردستاني، كما سنرى لاحقا في بعض الصور اللي سأنشرها عن جريدته المركزية سرخبون. الحزب تنازل يعني عندما أوجلان كان في روما قبل اعتقاله. بعد اعتقاله أيضا تنازل أكثر يعني، وقال بصوته وبالفيديو، مش قضية مونتاج يعني، وبالتركي الفصيح أثناء التحقيق معه بأنه أتى، وحتى على متن الطائرة لنفترض أنه على متن الطائرة كان مخدر وخاضع لتأثير، لكن كلام أوجلان وهو مصحصح في قاعة المحكمة وفي كتبه وفي تصريحاته الأخرى ما في مخدر، تنسجم تماما مع ما قاله على متن الطائرة عندما فتح عينيه وشاف الضباط الأتراك محيطين به. يعني ما في، بالعكس يعني توثيق ما قام به أوجلان في المحكمة وفي أدبيات الحزب لاحقا، وكيف بدأ يشيطن الدولة القومية والفكر القومي ويعتبره شيء سخيف وشيء رجعي ومشكلة ووبال على الأكراد. وسبب المشكلة الفكر القومي والدولة القومية. تعالوا نساوي شيء جديد اسمه الدولة الديمقراطية، الجمهورية الديمقراطية والأمة الديمقراطية. يعني شفتوا حدا في التاريخ، تاريخ الأكراد، في تاريخ الشعوب، واحد يتخلى عن الهوية القومية لشعبه وبيقول يلا يا أتراك أنتوا تنازلوا ونحن نتنازل ونلتقي بشيء هجين اسمه الأمة الديمقراطية، تركيبة جديدة، هوية جديدة اسمها هاي الهوية الأمة الديمقراطية، لا أمة كردية لا أمة تركية، الأمة الديمقراطية. شفتوا شيء بتاريخ حركات التحرر من أيام سبارتاكوس حتى نهاية التاريخ، يعني حدا بيساوي مثل ما سوى أوجلان، يعني شيء غريب. لكن هذا أيضا تنازل، وتنازل مريع، وتنازل عن دماء
شهداء الذين انتسبوا لهذا الحزب تحت هذا الشعار، وناضلوا وقاتلوا وحملوا البنادق وضحوا بحياتهم تحت هذا الشعار، شعار استقلال كردستان. ويعني كاستراتيجية عسكرية أنه تركيا الجزء الأكبر إذا استقلت كردستان تركيا، فاستقلال الأجزاء الأخرى من كردستان سيكون تحصيل حاصل. عندما كنت أنشط ضمن حزب العمال الكردستاني هذا ما كان يقال لنا، وهذا ما كنا نصدقه ونؤمن ونوقن به ونعمل به ونروجه بين الناس. التاريخ فيما بعد يعني ثبت بالدليل القاطع أنه لا، الحزب العمال الكردستاني يعني كيف يعني هلا أصدق مراد قرائلان هذا القيادي اللي شفناه بهذا الصوت العصبي بهذا التوتر، ولا أصدق تاريخ حزب العمال الكردستاني المليء بالتنازلات تلو التنازلات المريعة اللي تنازل يعني قدمها الحزب وزعيمه للأتراك. يعني الحزب ليست وظيفته، هو مقتنع بالدولة الديمقراطية بالجمهورية الديمقراطية في تركيا، يعني هذا خياره فليقنع كرد تركيا بهذا الموضوع يعني. لكن أن يفرض هذا الخيار وهي الاستراتيجية على كرد العراق وعلى كرد سوريا وعلى كرد إيران، الكارثة الكونية هنا يعني شيطنة. الآن الحزب تحول من الدفاع، يعني كان في البداية يشيطن الأحزاب الكردية ويقدم نفسه الحزب حزب العمال الكردستاني على أنه جملة اعتراضية نضالية ثورية نقدية لكل التاريخ السياسي والنضالي الكردي، وعلى أنه الشيء الجديد والبؤرة الثورية التي ستحرر كردستان وتوحدها وتحرر الشرق الأوسط وستؤسس الأممية الرابعة، وكل هالشعارات الكبيرة الفضفاضة التي صدقناها في يوم من الأيام وانخرطنا في هذه المعمعة. الآن الحزب يعني تمسك بما هو يعني يساري واشتراكي والقصص هاي، لكن كل ما هو متعلق بالفكر القومي بالأهداف القومية بالدولة القومية هو يشيطن ويسخف ويتفه كل تيار سياسي يعني يطالب أو لديه مشروع قومي أو لديه فكر قومي بهذا الخصوص. إذن حزب العمال الكردستاني لم يكتفي بالتنازلات الكثيرة. الآن يعني يحاول أن يتنازل من كيس كرد العراق ومن كيس كرد سوريا أيضا، يحاول أن يفرض نموذجه السياسي وطروحاته الطوباوية الفضفاضة على الكرد في كل مكان. الكرد في موزمبيق، في الفلبين، في سريلانكا، أين في اليابان، الكرد في أفغانستان. الآن الحزب في هذا الحزب من هذا يعني من هذه على هذه الشاكلة، هل تتوفر فيه يعني سمات وخصال وحركة التحرر الوطني؟ لنذهب إلى المجموعة من الصور والتعليق عليها. تتعلق هذه الصور أيضا بالموضوع، وهي مأخوذة من أرشيف وأدبيات حزب العمال الكردستاني. إلى الصور ثم نعود. الصورة الأولى هي لجريدة الحزب المركزية عندما تأسس الحزب في 78. أطلق جريدة أو أعلن عن في مؤتمره التأسيسي عن تشكيل لجنة إعلامية
اللجنة الإعلامية كان المسؤول عنها ومظلوم دوغان. مظلوم دوغان فقد حياته في سجون ديار بكر في 82 في شهر آذار 82. وقت ذاك مظلوم دوغان كان المسؤول عن الجريدة المركزية وكان اسمه سرخبون. سرخبون يعني لمن لا يعلم معناها الاستقلال. اللي كان بيعاون مظلوم دوغان في إصدار الجريدة المركزية للحزب كسيري يلدرم زوجة أوجلان، ودوران كان الموجود حاليا في جبال قنديل. اسم الجريدة الاستقلال، وشعار الجريدة مكتوب بالتركي. طبعا هاي الصفحة الأولى من العدد الأول لجريدة سرخبون اللي انتقل صدورها لألمانيا بشكل رسمي ومرخص في 82. هذا العدد الأول. هي كانت جريدة شهرية. العدد الأول في سنة 82. ما الاسم سرخبون، البندقية، النجمة اليسارية، والشعار هو باللغة التركية. بعدين ترجموه للكردي أنه لا يوجد شيء أشرف وأثمن أو أغلى من الاستقلال والحرية. هذا كان شعار حزب العمال الكردستاني وشعار جريدته المركزية. وحتى الآن هذا الشعار موجود، لكن يعني غير معمول به. يعني واقع حزب العمال الكردستاني، فكر عبد الله أوجلان مناهض تماما للاستقلال الكردي وللدولة القومية الكردية. الحزب لكي يحقق هذا الهدف ولكي يرسخ وجوده كحركة تحرر وطني أسس ميليشيات عسكرية قامت ببعض العمليات المسلحة ضد بعض الأسر والعوائل على أنهم إقطاعيين وعملاء وهيك قصص. في 78 يعني بالتزامن مع تأسيس الحزب كان في شيء عمل عسكري مسلح. ترأس هذا العمل العسكري محمد قرصنجر. محمد قرصنجر من مؤسسي حزب العمال الكردستاني، وقتل في 1 أو 2 أيار 1983. الاتحاد الوطني الكردستاني هو اللي قتل قائد الجناح العسكري أو نواة الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني. وقت ذاك كان في شيء اسمه، طبعا بعد المؤتمر الثاني للحزب ب 1982 تشكل شيء اسمه قوات حماية الحزب، هيزن باراسنا بارتي، لكن فيما بعد هذه قوات حماية الحزب هيزن باراسنا بارتي، يعني شيء مثل الأمن أو الاستخبارات أو هيك شيء، يعني مش على نطاق واسع. فيما بعد في المؤتمر الثاني اتخذ الحزب قرار الدعاية المسلحة والقيام بالنضال والكفاح المسلح ضد تركيا. لماذا؟ بهدف ماذا؟ بهدف تحقيق الاستقلال وتشكيل دولة كردية، دولة قومية، كيان قومي كردي ذو نظام اشتراكي في منطقة الشرق الأوسط. العملية العسكرية عندما أول عمل عسكري ضد السلطات التركية والمخافر العسكرية التركية كان في 15 آب 1984. وقت ذاك أعلن الحزب يعني تشكيل عن تشكيله العسكري أيضا، وهو يعني قوات تحرير كردستان، هيزن رزقاريا كردستان حركة. والموجود يعني كما في البيانات
الموجودة في الصورة الثانية والثالثة. هيزن رزقاريا كردستان، قوات تحرير كردستان. إذا وفق نظرة الحزب أنه كردستان محتلة وبحاجة إلى تحرير، ونحن قوات التحرير كردستان. هيزن رزقاريا كردستان، قوات تحرير كردستان. في مؤتمر الحزب في الصورة الثالثة، مؤتمر الحزب الثالث في عام 1986، على أساس أنه تزايد عدد المنتسبين لهذا التكوين السياسي العسكري اللي هو حزب العمال الكردستاني، واتسع نطاق يعني جناحه العسكري قوات تحرير كردستان، يعني خرج من إطار القوات لكي يصبح إطار جيش. ففي المؤتمر الثالث اتخذ الحزب أيضا مجموعة من القرارات، من ضمن هذه القرارات تغيير اسم قوات تحرير كردستان إلى الجيش الشعبي لتحرير كردستان، أرتيشا رزقاريا جالي كردستان، أو جيش تحرير شعب كردستان، أو الجيش الشعبي لتحرير كردستان. اختصار كان يعرف اختصارا ARGK، AGRK. فهذا كان التشكيل العسكري أو الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني من عام 1986 وحتى فترة اعتقال أوجلان في 99. في 2000 عندما بدأ أوجلان يطرح مشاريعه الجديدة، هل يعني الجناح العسكري غير من اسمه من الجيش الشعبي لتحرير كردستان إلى قوات الدفاع الشعبي الكردستاني، أو قوات حماية الشعب، هيزم باراسناغل، بدون يعني الاسم التعريف الحرفي أو الترجمة الحرفية، قوات حماية الشعب أو قوات الدفاع الشعبي الكردستاني. هذا مش يعني هذا اجتهاد يعني مش الترجمة الحرفية للاسم. الترجمة الحرفية للاسم هي قوات دفاع قوات حماية الشعب، هيزن باراسناغل. أما قوات الدفاع الشعبي الكردستاني هي لاحقة، مش موجودة لا في الاسم الكردي ولا في الاسم التركي للجناح المسلح. إذن حتى يعني مقتل أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني معصوم قرقماز في 86، كان اسم الجناح العسكري هيزن رزقاريا كردستان حركة حتى ذلك الحين. في المؤتمر تم تغيير الاسم إلى الجيش الشعبي لتحرير كردستان، وفي سنة 2000 تم تغيير الاسم إلى قوات حماية الشعب. لنرى الآن قوات حماية الشعب والمبادئ التي تحمل والعقيدة القتالية والأهداف التي تطالب بها ولأجلها تحمل السلاح. هل هذه المطالب والأهداف تستحق حمل السلاح لمدة تزيد عن عقدين وكل هذه الضحايا؟ هل هذه الأهداف والمبادئ تنسجم مع وصف حزب العمال الكردستاني على أنه حركة تحرر وطني، أو هل هذه الأهداف يعني تملي وتقتضي أو توجب وصف حزب العمال بأنه حزب كردستاني، يعني حزب لا يطالب بكردستان، لا يطالب بدولة قومية كردية، وبل يحاربها ويشيطنها ويتفه ويسخف المطلب القومي في تشكيل كيان كردي مستقل. حزب بهذه العقيدة بهذه الأيديولوجية، كيف يمكن لنا يعني بمنطق سوي
يستندوا إلى علم الاجتماع أو العلوم السياسية المتعارف عليها. كيف يمكننا أن نسمي هذه الحركة بحركة تحرر وطني، أو كيف يمكن يعني أن تستحق هذه الحركة هذا الاسم أنه هي حزب العمال الكردستاني، إلى الأهداف الجديدة أو إلى معرفة عقيدة وأهداف وتعريف قوات حماية الشعب أو قوات الدفاع الشعبي الكردستاني. ثم نعود للتعليق. إذن كيف يعرف الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني عن نفسه؟ كيف يقدم نفسه للرأي العام الكردي والعربي والتركي والعالمي؟ يعني طبعا الصور هي مأخوذة من الموقع الرسمي لهي القوات للجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني. وأسفل هذا الفيديو راح تشوفوا الروابط اللي راح تاخذكم لهالمعلومات والوثائق. يعني فالحزب شو بيقول عن نفسه؟ بيقول يعني أصل التسمية هو الجيش الوطني الطوعي للشعب الكردستاني. يقدم نفسه على أنه الجيش الوطني الطوعي. طبعا هو مش طوعي، يعني في كثيرين انتسبوا لهذا الجيش بالإكراه، ويعني عمليات التجنيد حكيت عنها في فيديو سابق. التجنيد اللي كان موجود وحتى الآن موجود داخل حزب العمال. على أي حال هو يعرف نفسه بهذا الخصوص. يستخدم تكنيكات، طبعا الترجمة سيئة جدا، تكنيكات يعني على أساس تكتيكات، يعني التكنيكات الجليلة الأنصار في حربها الدفاعية، أو ما يسمى بحرب الكر والفر. يعني الآن هو يعتبر حزب العمال الكردستاني أو جناحه العسكري يعتبر نفسه أنه يمارس حرب دفاعية ولا يمارس حرب هجومية. بعد المؤامرة الدولية المنفذة بحق القائد عبد الله أوجلان هيك مذكور وانتم شفتوا يعني في الصورة، وتغيير الاستراتيجية التي كان يتبعه حزب العمال الكردستاني، تغير اسم التنظيم العسكري المحارب في كردستان إلى قوات الدفاع عن الشعب أو قوات حماية الشعب، حيزن باراستنا قل. طبعا تصميم الكردستاني كما أنتم شفتوها يعني راح تشوفوا على الموقع وفي الصورة، هي اجتهاد من أحدهم، يعني لا أعلم من هو، يعني حيث تسلم الجناح الجديد أو ميراث جبهة تحرير كردستان أرجع. طبعا هون كمان في غلط في الاسم، يعني جبهة تحرير كردستان اسم التشكيل العسكري قبل دفاع، يعني أن يتحول إلى قوات الدفاع عن الشعب أو HPG أو هابجا، كان أرجكا مش جبهة تحرير كردستان، لا، قوات قوات التحرير الشعبي الكردستاني، عفوا جيش التحرير الشعبي الكردستاني، مش جبهة، جيش التحرير الشعبي الكردستاني أرجكا. طبعا هلا باوس أردالي بيعرف هذا الكلام لأنه هو دارس في الجامعات السورية. آلدار خليل بيعرف هذا الحكي. كل اللي بيشتغلوا مظلوم عبده بيعرفوا مدى يعني الركاكة في الترجمة الموجودة في هي النصوص اللي هي
يفترض يعني وثائق ضمن وثائق الحزب. إذن آرجكا مش جبهة تحرير كردستان. وأصبح بذلك وريثه الشرعي الذي يتولى العمليات الدفاعية. طبعا جبهة تحرير جيش تحرير كردستاني ما كان يمارس العمليات، كان يمارس الهجوم يعني. والاستراتيجية الحرب الأنصار وقت ذاك كانت استراتيجية تحرير واستراتيجية تحرر، مش استراتيجية الدفاع وانكفاء على الذات وهيك تسميات. دفاعية لما تعرض له الشعب الكردي أو حركته لأي هجوم من قبل أي قوة. ما بيحدد الجيش التركي أي هجوم، يعني إيران، نظام سوري، كذا. طبعا هالاستراتيجية لم يمارسها حزب العمال الكردستاني ضد النظام السوري الذي استهدف الأكراد. عشرات الجنود الكرد فقدوا حياتهم في الجيش السوري. مش بس هيك يعني، مجزرة أحداث 12 آذار حزب العمال الكردستاني لم يحرك قواته إلى القامشلي وديرك لكي يحمي هذه المدن من بطش وغدر وعدوان النظام السوري. وجميل بايك في تصريحه الأخير يقول يعني من غير الممكن أن نقف ضد نظام الأسد أو نظام البعث في سوريا لأسباب. المهم يواصل الجناح العسكري تعريف نفسه أي هجوم من قبل أي قوة وستحمي الشعب، وهي لم تحمي الشعب في القامشلي في 2004. وقيم الثورة والإنجازات التي تحققت بدماء الشهداء. قوات الدفاع الشعبي الكردستاني وعلى تراكم الميراث التاريخي لجبهة تحرير كردستان، طبعا غلط، أرجكا يملك الكثير من التجربة والفنون العسكرية. شفنا هاي الفنون العسكرية في عفرين وفي رأس العين يعني. طبعا قوات الدفاع الشعبي الكردستاني لم تحمي عفرين، بل تسببت في احتلال عفرين، وعلى خبرة في الاقتتال مع الدول المستعمرة لكردستان. الدول المستعمرة، واحد لما بيحكي عن استعمار والدول المستعمرة، وحتى في بيانات هذا التكوين بيستخدموا تعبير الاحتلال التركي. يا حبيبي هذا التصريح أو هذا التوصيف ينبغي أن ينسجم مع استراتيجيتك. أنت لما بتقول احتلال تركي هذا يعني أنه في أرض محتلة، هذا يعني أنه أنت تسعى إلى تحرير هذه الأرض. يعني التوصيفات اللي التخبط ما بين الخطاب الإعلامي والخطاب الأيديولوجي الاستراتيجي لحزب العمال الكردستاني شيء فظيع، شيء مريع يعني. وسآتي على جزئية أخرى يعني في هذا التخبط سأذكرها الآن. الحزب يعني حتى بيقول أنه تكوين يساري، حزب يهتدي بالماركسية واللينينية ويطالب بالاشتراكية وهالقصص هاي يعني. ويطالب ويعتبر يعني المطالبة بالأمة الديمقراطية والجمهورية الديمقراطية منسجم مع الطروحات الاشتراكية. طبعا هو الحزب دائما يحاول أن يكسب التوجه الأيديولوجي الجديد له صبغة إسلامية، صبغة يسارية، لكن هاي الصبغة لا تنسجم يعني مع قضية التحرر الوطني أو مبادئ أو أسس التحرر الوطني. واحد يصف قوى الأتراك والجيش التركي بجيش الاحتلال التركي، ويطالب بالأمة الديمقراطية وبالجمهورية الديمقراطية مع بقاء هذا الجيش. يعني فزلكة غريبة عجيبة ما حدا فيه يفسر لي إياها غير فطاحلة التنظير الأيديولوجي اللي بينظروا لهذا الحزب حاليا، سواء ضمن الدائرة الإعلامية أو اللي يعني الملتفين أو المتهافتين أو اللي عندهم شوية بزنس مع هذا الحزب ويقتاتون على موائد هذا الحزب حاليا.
فليتفضلوا ويفسروا ويفكوا لهذه الألغاز الملتبسة مع العقيدة الأيديولوجية اللي يعني تطالب بالدولة الجمهورية الديمقراطية والأمة الديمقراطية ومصطلحات الاحتلال والاستعمار ومن هالقصص. فكوا لنا هالغموض. يعني أنتم بتتكلموا كلام صعب على أمثالي يعني هضم وفهم هيك كلام. اتفضلوا. إجمالا هيك بيعرف نفسه الجناح العسكري. نأتي الآن إلى المنهج والعقيدة لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني. طبعا الكردستاني كمان اجتهاد مش موجود في التسمية. شو بيقول عن العقيدة؟ قوات الدفاع تتخذ من أفكار القائد عبد الله أوجلان. إذا ما يطالب به عبد الله أوجلان حاليا هو أساس واستراتيجية ومنهج هؤلاء المقاتلين. ومطالب عبد الله أوجلان الأمة الديمقراطية والجمهورية الديمقراطية لا تسترعي ولا تستدعي ولا تستوجب حمل البنادق والسلاح. فعل سياسي، نضال سياسي، نضال معرفي، تنويري، إصلاحي، مدني، 100%. لا على نهائيا هذه المطالب لا علاقة لها بالكفاح المسلح ولا لا تملي ولا توجب العمل المسلح والكفاح المسلح. قوات الدفاع تتخذ من أفكار القائد عبد الله أوجلان نهجا سياسيا وطرازا للحياة. كل أعضاء التنظيم، هذا التنظيم على معرفة وفهم لهذه الأفكار وهم متطوعون للنضال لأجلها دون أي مقابل. المقاتلون في قوات الدفاع يعيشون طوعا حسب هذه الأفكار والتوجهات ويلتزمون بتطبيقها على أرض الواقع. يعني على أي حال هي العقيدة القتالية، عقيدة الأمة الديمقراطية والجمهورية الديمقراطية. من يحمل البندقية حاليا، وعندما أقول أنه كل من يفقد حياته هم حاليا هم شهداء الأمة الديمقراطية وشهداء الجمهورية الديمقراطية، لا علاقة لهم بأي طرح قومي أو هوية قومية أو مشروع قومي إطلاقا. وها يعني عقيدة ومنهج قوات الدفاع الشعبي أو قوات حماية الشعب أو الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني يؤكد ذلك بصريح العبارة. إذا الشباب والصبايا اللي ينتسبوا إلى هذا الحزب، إذا كذب عليكم الحزب وقال لكم كردستان واستقلال ودولة والقصص هذا كله كذب، ما له علاقة نهائيا بالمنهج العقائدي الأيديولوجي لحزب العمال الكردستاني. ومش هيك يعني الخطاب الإعلامي والمصطلحات المستخدمة مضللة، احتلال واستعمار ومن هالقصص هي التي تنتمي إلى قواميس حركات التحرر الوطني. لكن العقيدة والمنهج ما له علاقة بحركات التحرر الوطني نهائيا. أصلا حزب العمال الكردستاني حاليا يعني يطلق على نفسه حركة الحرية، تفجرة آزادية، وليس حركة التحرر. هنالك يعني ويبقي الموضوع مفتوحا، يعني حركة الحرية الاجتماعية، الحرية السياسية، الحرية المدنية، الحرية الفكرية، مش معروف يعني قولا واحدا لا علاقة له بالتحرر الجغرافي والديموغرافي ككرد ككتلة بشرية كجغرافيا طبيعية وبشرية اسمها كردستان نهائيا. نهائيا الحزب حاليا لا يسمي نفسه حركة تحرر وطني، لا يسمي نفسه أنتم يا جماعة يا مثقفين يا مؤيدين لحزب العمال الكردستاني، كيف تصفون هذا الحزب بأنه هو حزب حركة تحرر؟ هو مش حركة تحرر وطني. حاليا الوضع الحالي حزب العمال الكردستاني على ما هو عليه عقائديا وعسكريا وسياسيا وإيديولوجيا قولا واحدا ليس حركة تحرر وطني. يسمي نفسه حركة حرية فيسمي، لكن ليس حركة تحرر وطني، بدليل ما أقرأه عليكم حاليا من وثائق الجناح العسكري لهذا الحزب. الآن لنأتي إلى الأهداف. يعني هذا الجناح العسكري
هاي البنادق، هذه الدماء التي تراق منذ 20 سنة، شو هي الأهداف؟ هل هي فعلا كما يصفها الأتراك ويصفها كثيرون من المنخدعين، الذي كنت أنا أيضا يوما ما من ضمن هؤلاء المنخدعين؟ هل بالفعل يعني كل هذه الدماء وهذه التضحيات هي في سبيل تحرير كردستان؟ لنرى أهداف قوات الدفاع الشعبي الكردستاني طبقا للصورة التي نشرتها، وسيكون الرابط أيضا أسفل هذا الفيديو. الهدف الأول شو هو؟ هدف قوات الدفاع الشعبي، أو يهدف أو تهدف قوات الدفاع الشعبي إلى بناء مجتمع ديمقراطي بيئي متحرر جنسيا، كامل ويكرس كامل طاقاته في سبيل هذا الهدف. إذن هلا راح يطلع لي آلدار خليل ويقول لي آزادي، التحرر ليس تحرر الأرض، إنما تحرر الإنسان وتحرر الحجر والشجر والطير والما بعرف شو من هالفزلكات. هلا بيطلع لي هيك بيحرك لي حواجبه وبيبلش بينظر ويفتي ويطلق فتاوى في هذا الخصوص. يعني آلدار خليل كثر، يعني مش آلدار خليل كآلدار خليل، يعني هنالك آلدار خليل في الحيز الثقافي، في الحيز الإعلامي، وفي الحيز السياسي كمان. يعني إذا الهدف الأول بناء مجتمع ديمقراطي بيئي أيكولوجي متحرر جنسيا، ويكرس القوات هاي تكرس كامل طاقاته في سبيل، يعني أنا بتمنى آلدار واللي يعني معه يراجعوا هاي البيانات ويضبطوها لغويا، يعني كامل طاقاته في سبيل هذا الهدف، ويحمي المسيرة التحررية للشعب الكردي حتى تحقيق النصر. هلا هاي القوات تحمي المسيرة التحررية في كردستان العراق، هاي القوات حاليا تشيطن المسيرة التحررية في كردستان العراق، تحاول أن تفصل مناطق عن كردستان العراق وتسيطر عليها وتؤدلج الكتلة البشرية الموجودة هناك طبقا لليوتوبيا والفزلكات والافكار الطوباويه والمشاريع الطوباويه لعبد الله اوجلون لحزب العمال الكردستاني. تحمي ولا تشيطن وتستهدف المسيره التحرريه للشعب الكردي حتى تحقيق النصر. النصر شو طبيعه هذا النصر؟ مش معروف. كما تتخذ او يتخذ يعني كما مذكور، يعني هاي القوات من الاشتراكيه اساسا لها في طراز حياتها وتستهدفها على الأمد البعيد، بدها تحقق لنا هاي القوات الاشتراكية في المدى البعيد. يعني إذن وفي نقطة كمان توضيحية غاية في الأهمية، كل من يريد أن ينتسب إلى هذه القوات للحزب العمال الكردستاني يجب أن يعي ويدرك ويفهم ويستوعب هذه النقطة. قوات الدفاع الشعبي هبجة ليس تحديدا لأية قوة أو دولة. لكن أنتوا ليش عم تقولوا عن الجيش التركي جيش الاحتلال؟ ليش ما بتقولوا عن الجيش السوري جيش الاحتلال؟ ليش ما بتقولوا عن الجيش الإيراني قوات الاحتلال الإيراني، قوات الاحتلال الأسدي؟ ليش ما بتقولوا؟ طالما هاي القوات ليست تهديدا لأية قوة أو دولة، إذن شو جدوى هذه القوات؟ هو الجيش الذي يحمي الشعب الكردي في حال تعرضه للمجازر والقتل والممارسات التعسفية. هل حمى هذا الجيش كرد سوريا من الاعتقالات ومن القمع والعسف في فترة الثمانينات وفترة التسعينات؟ طبعا لا. في 2004 لما كان حزب العمال الكردستاني ملاحقا ومقموعا داخل سوريا ومن قبل النظام السوري، هل تدخلت هذه القوات لحماية أنصار الحزب ومنع قتلهم تحت التعذيب؟ طبعا لا. يعني طيب ماذا نفعل
بأنصار الحزب الذين فقدوا حياتهم تحت التعذيب في سجون نظام الأسد ما مستر جميل بايك. خلي عائلة أستاذ أوسمان البرلماني السابق تأتي أحمد حسين الذي كان يعني من الوطنيين ودفع حياته ثمن الدفاع عن حزب العمال الكردستاني تحت التعذيب في سجون نظام بشار الأسد. هلا أنا كنت ملاحق لأنه أنا كنت عم دافع عنكم في سوريا في الصحافة الكردية في الصحافة العربية. الآن تقول لي علاقاتنا لم تكن مقطوعة مع نظام الأسد في أي فترة من الفترات. يعني هذا سأعود إلى التعليق على كلام جميل بايك. إجمالا هي الأهداف، أهداف قوات الأهداف الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني. طبقا لهذه الأهداف، طبقا لهذه الأهداف، هل يمكن أن نسمي حزب العمال الكردستاني بحركة تحرر وطني؟ هل هذه القوات، هل هذه البنادق هي في خدمة مشروع قومي كردي يملي ويوجبنا أن نسمي هذا الحزب بالكردستاني حزب العمال الكردستاني؟ يعني شخصيا يعني أجد صعوبة بالغة، ومجازا في المقالات، لأنه هذا الحزب متعارف عليه بأنه حزب العمال الكردستاني، لكن الواقع العملي والواقع الحقيقي يكشف، وبالدليل القاطع ومن وثائق الحزب أنه هو لا هو حزب العمال ولا كردستاني، فضلا أنه ليس حركة تحرر وطني إطلاقا. خلي جهابذة وفطاحلة الحزب من إعلاميين وباحثين ومن في حكمهم أو من في صفهم يأتوا ويفندوا ما ذكرته في هذا الفيديو، أيضا بالأدلة التي في حوزتهم وما يمتلكونه من وثائق تستند إلى أرشيف وأدبيات حزب العمال الكردستاني حاليا، لكي يبرروا أنهار الدماء، عشرات الألوف الذين فقدوا حياتهم تحت هذه الشعارات. وحزب العمال الكردستاني الذي حاليا يدفع بالمناطق الكردية منطقة تلو الأخرى نحو جحيم الحرب تحت شعارات ظاهرها كردستان وشعارات قومية، لكن جوهرها ولبها لا علاقة لها بالهوية القومية والمشروع القومي والحقوق والمطالب القومية للشعب الكردي، وهي مطالب مشروعة طبقا للقوانين الدولية والشريعة الدولية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان. أكتفي بهذا القدر، ومعذرة على الإطالة. إلى حتى الموضوع القادم، ألقاكم على خير.